تعرفوا ان نسوي حلوى من الثوم في عمان؟ وصفة قديمة معروفة في قيمتها الغذائية وفوائد علاجها لواجد امراض. نقشر شوية ثوم ويفضل يكون ثوم عماني، نغسله زين وننزله على الصفرية، نضيف عليهم لترين حليب طازج ونبدا نحرك فيهم. ولازم اخبركم هنا ان الوصفة التقليدية تتسوى في قدر نحاس وتنطبخ على حطب معين اسمه السمر، بس انا جالس اسويها في البيت. ولازم نجلس نحرك الثوم والحليب علين ما يذوب الثوم ويبدا يتكرمل مع الحليب. انا اخذت مني تقريبا 3 ساعات لاني مسوي كميه. الخليط بيمر على واجد مراحل لحتى ما يوصل لقوام الكراميل او الكاسترد. ساعتها ننزل عليه ملعقتين حبه بركه مطحونه، ملعقتين قرفه، ملعقتين هيل مطحون، نص ملعقه قرنفل، رشه ملح وفلفل اسود. وسبحان الله ريحه الخليط لما يشرب البهارات تشد حواسك سيده. ساعتها نجرب الخليط 10 ملاعق سمن بلدي بالتدريج وننزل عليه اهم مكون عسل السمر العماني. كل ما زدت منه كل ما كانت الوصفة أحلى وأفيد. وبتحصلوا كل منتج في هذه الوصفة في مطاحن الشرع بيت الخيرات العمانية، خصوصا عسل السمر العماني المعروف بفوائده. أنا نزلت غرشة كاملة وآخر شيء رشة زعفران. ولما الخليط يتجانس ويثقل قوامه وريحته تخليك تعرف ليش يسموها حلوة، الوصفة تكون جاهزة. ننزلها على صحن التقديم بعد ما بردت شوية، نزينها في نفس البهارات والبذور اللي استخدمناها. أنا شفت طعمها جدا لذيذ. أول لقمة تخليك تستغرب، بس فجأة شيء يخليك ترجع تاخذ لقمة ثانية. استمتعت في طعمها لما أخذت منها لقمة صغيرة اللي تخلي حواسك تستطعم البهارات والحلا من العسل مع كرملة الثوم والحليب. أتمنى بس إنكم تقرأوا عن فوائدها وتستخدم لعلاج واجد أمراض. وعليكم بألف عافية.